جميلة في المجتمع. الشخصية المصرية والأمثال الشعبية يجيب على هذا السؤال أو على هذا العنوان الدكتورة عزة عزت اللي بنرحب بيها ونسعد بيها. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك. طبعا أنا في معقل الفنون الجميلة، وطبعا معروف إن الشعب المصري يعني عارف الأمثال الشعبية منذ الأزل، وده مش غريب إن أقول منذ الأزل، لأن فعلا في أمثال باقية من أيام الفراعنة لحد دلوقتي. حوالي 200 بحث علمي أثبت إنه في حوالي 250 مثل شعبي من أيام الفراعنة. طبعا زي الفراعنة سابوا لنا عمارة وفنون ونحت ورسم، وسابوا لنا تراث مثلي أو تراث شفهي أيضا، قصص وديانات، وسابوا لنا التحنيط، وسابوا لنا فنون كتيرة جدا. من احنا بنركز على الجانب اللي هو متعلق بالأمثال الشعبية. طبعا الأثري سليم حسن ألف كتاب اسمه يعني كتاب مهم جدا الحقيقة، بيأكد فيه إنه في 8 وثائق قديمة بتثبت إن الأمثال الشعبية دي قديمة من أيام الفراعنة. سليم حسن قال إن مصر كان لها السبق بين الحضارات القديمة في مجال الحكم والتأملات، لأنه الحقيقة المثل المصري من كتر إحكامه هو أكيد وراه فترة تأمل. وطبعا الشباب دلوقتي بيطلعوا كلام ومتصورين إنه ده ممكن يبقى ويصير مثلا، بس هو لم تسبقه فترة تأمل، أو لم تسبقه، أو غير محاط بالمناخ اللي أتاح للأمثال الشعبية المحكمة إنها تصدر. ال8 وثائق اللي هي بيستشهد بيها سليم حسن هي حكم بتاع حتب، ووصايا من حتب الأول، وتعاليم ريكرا. دول 3 منهم، هم 8. ايه الأمثال الشعبية القديمة اللي ما زالت موجودة؟ في مثل بيقول العزلة خير من أخ شرير، اللي هي احنا دلوقتي بنقولها ايه؟ الوحدة خير من جليس السوء. في العزلة خير من أخ شرير، يعني انك تقعد وحدك احسن ما تقعد مع حد مؤذي. فاحنا بنقولها الوحدة خير من جليس السوء. افعل الخير وارمي البحر، نفس المعنى احنا تقريبا بنقول. احبك يا صواري زي زندي لا، ده مثل موجود شعبي ممكن ما يكونش منتشر قوي، لكن ده من ايام الفراعنه. ان حبيتك الحيه تلفح بيها، دي اكيد كلكم عارفينه، وده من ايام الفراعنه برضو كانوا بيطلقوه. بدل ما نفضل في الاطار النظري ده، انا هتصور انه انا من كتر ما عملت ندوات لكتاب الامثال في ناس كتير بتسالني اسئله، فانا النهارده قبل ما انتوا تسالوني هجاوب لكم على الاسئله. اول سؤال بيقول ايه؟ الى اي مدى تعتبر الامثال انعكاس لواقع المجتمع والعصر اللي سكت فيه؟ في ناس دلوقتي بتقول ان الامثال الشعبيه متناقضه ومتضاده ومعانيها. حقيقه الامر لا، احنا لو عرفنا المساله جت ازاي مش هنشوف هذا التناقض، لان الاقوال دي اطلقت في مواقف متباينه وعبر عصور مختلفه فيها ظروف مختلفه. طبعا اللي اطلقها ناس من العوام، ما هياش حد حكيم ولا حاجه ولا شاعر ولا مثقف ولا اي حاجه، شخص من العوام بيعبر عن ملابسات الحاله اللي هو فيها، فبتطلع على لسانه بشكل عفوي مقوله من تكرارها وتمسك الناس بيها هو اللي بيخليها صارت مثلا. كتر الترديد ده يعني، وان احتياجنا ان احنا نستشهد بيها كل ما يجي موقف مماثل، هو ده اللي بيخلينا وتمتد المساله مثلا لعقود وقرون وما الى ذلك، يبقى ده كده صار مثلا. في سؤال بيقول كمان: كيف كان ارتباط الامثال الشعبيه بالمناسبات الاجتماعيه وبالسلوك والعلاقات الانسانيه وبنفسيه الفرد؟ فالحقيقه انا قصدت لما عملت كتاب الامثال الشعبيه، الشخصيه المصريه في الامثال الشعبيه، لاحظت انه فعلا في ارتباط وثيق جدا بمعظم المناسبات اللي في حياتنا، فرح حزن ايا كان ليها. معظم المشاعر الانسانيه في امثال مرتبطه بيها، المحبه والكراهيه والعداوه وكل حاجه ليها. العلاقات الانسانيه، العلاقات الاسريه نفسها، علاقات الجيره، في امثال كتير جدا على الجيران، في امثال كتير جدا طبعا على اهل الزوج
أساسية يعني في الأمثال الشعبية، وكتيرة ومنوعة وكلها الحقيقة في اتجاه السلب. بيرتبط كمان المثل بالحالة النفسية اللي أطلق فيها الشخص هذا الأمر. فممكن الناس تقول والله الأمثال متناقضة، لا، هو أنا لما بكون ترضوا في خناقة، أنا لو نفسي سامحة وعايزة أتسامح فأقول يا جماعة الصلح خير ومعرفش إيه واللي كسر يصلح والكلام ده، وممكن غيري يقول وفقا لنفسيته لا، اللي كسر عمره ما يصلح، ويبتدي في اتجاه مختلف. فهو المثل مش متناقض، لكنه بيعبر عن كل وجهات النظر وكل الآراء وفقا للتباين اللي حصل ده. كمان في حد ممكن يقول ايه، طب ايه اللي ممكن يطلق عليه مثل؟ لانه الحقيقه في دلوقتي حاجه تانية انا عملت عنها الكتاب ده، اللي هي لغه الشارع، اللي هي لا ترقى الى انها تكون مثل محكم، لكن تشبيه، كنايه. يعني نقول مثلا ايه، مسكوا في شواشي بعض، يعني اتخانقوا. هي التعبير بعيد، الصوره بعيده عن بتاع، زي الديوك، خلاص، زي الديوك تشبيه، هو فيما معناه ان في قدر من العداوه او الشجار او ما الى ذلك. ده ما يدخلش في اطار المثل، انما ده يدخل في اطار لغه الشارع الدارجه، اللي هي عباره عن كنايات واستعارات وتشبيهات شعبيه. لكن المثل الشعبي بقى ليه خصائص، اولها الايجاز، ولان رغم انه بيلخص قضية أو بيلخص مشكلة أو بيلخص وجهة نظر كبيرة أو تجربة إنسانية كبيرة، لكن هو أميز ميزاته الإيجاز. وطبعا في سجع لطيف جدا في المثل الشعبي، ده بيساعد على سهولة الحفظ، وعشان كده احنا بيبقى سهل جدا إن الناس تحفظه. حتى لو احنا دلوقتي بقينا إلى حد كبير، ناس كتير بتقول إن الأمثال الشعبية دي بلدي يعني، ولو جت ست هانم كده قعدت وقالت على رأي المثل ولا على رأي عمتي، هتبقى الناس بتبص لها على انها يعني بيئه او بتاع، والناس انصرفت عن شكرا. معلش لا، ما انا بلدي برضه مش عمتك بس. الله يرحمه. فالناس كتير انصرفت عن الامثال الشعبيه، لكن انا بلاحظ ان الناس كتير برضه بتحب تسمعه. واحيانا لما تقول مثل ويكون سيار بيتوافق معاك، لكن إذا قلت مثل وكان غريب أو عمره ما سمعه، بحس إنه لا، حريص على إنه يسمعه مرة تانية ويستعدني، طب قولي مثل تاني، طب حاجات من هذا القبيل. طبعا السجع اللي في الأمثال هو اللي شجع على وسهل عملية الحفظ والاسترجاع. المثل كمان فيه قدر من البلاغة والدقة في التشبيه وفي الكنايات وما إلى ذلك، وفي جرأة وصراحة ووضوح، وما فيهوش أي مواربة، لدرجة انه احيانا ترد في الامثال اقوال يعني صادمة او بذيئة او كده. طبعا انا كتاب الامثال سبت فيه كل الحاجات دي، والناشر اتفق معايا على ان انا قلت له هي كده نكسبها كده ولا ايه، قال لا، نقل الكفر ليس بكافر، ونشرنا الكتاب باللي فيه. وطبعا في مراجع قديمة اقدم مني بكتير جايبين اسوأ كمان، يعني أنا كنت بحط نجمة كده وأحط تحت وأقول عضو التأنيث ولا عضو التذكير ولا أقول حاجة كده، لكن لا، هم كانوا الكتب دي كاتبين كله زي ما هو بطينه يعني، ولا غسيل برك زي ما بيقولوا. فالصراحة والجرأة والفجاجة في الألفاظ شيء أساسي وعلى فكرة الشخصية المصرية إلى حد ما فيها سمة من سمات أحيانا المجون أو التحامق اللي بيخليهم. حتى هيرودوت رصد ده وقال انه من ايام الفراعنه كانوا في عندهم عيد اسمه عيد الاخصاب، بيخرجوا فيه في الشوارع ويتبادلوا النكات البذيئه ويعملوا ويقولوا حاجات كده، يعني دي مساله معروفه، يعني مش بشتم فيهم، لكن هو دي حقيقه. طبعا ناهيك عن النضج الفني اللي في المثل، بالذات في استخدام الرموز، لانه ممكن يبقى المثل فيه صوره ما، لكن هو بيتكلم عن حكايه تانية خالص او بيشير الى قضيه تانية خالص. في ثراء لغوي، في حكمة تكاد تكون الحكمة المقطرة ولا تقل إطلاقا عن الحكمة العربية البليغة اللي مثلا أطلقها شاعر أو أطلقها حكيم. في سمة الشرطية اللي هي يقول لك إذا حدث كذا، يكاد يجزم يعني بأنه إذا حدث كذا فبالضرورة سيحدث كذا.
واخيرا بيعبر عن عن وجهه النظر الجاده في الحياه، وايضا عن الوجه الهزلي اللي فيها، وبيعبر عن كل وجهات النظر المتباينه اللي بتناسب كل موضوع. وطبعا في الاخر بيقدم نصح وبيقدم ارشاد وبيحث على فعل ما او عمل، وبيقدم الفكره كقضيه كليه او موضوع متكامل. ما نقدرش عشان كده ما نقدرش نقول ان الاقوال المستحدثه اللي متواتره الايام دي كلكم بتتابعوها ولا مش الشباب اللي بيتابعوها يعني او بيطلقوها واحنا بنسمعها غصب عننا. ففي كان تساؤل عندي انه هل الاقوال دي تدوم وتبقى ويظل هناك احتياج لانها تتكرر فتكتسب او تصير مثلا، يعني اشك شويه انه ده يحصل لانها ما فيهاش كل السمات دي مجتمعه، سمات الامثال الشعبيه المحكمه دي ما هياش فيها. طيب ولو في سؤال بيقول من الذي كتب او دون وحفظ لنا الامثال ومين اللي اطلقها؟ قلت انه اللي اطلقها شخص عادي، البسطاء من الناس بالتحديد والعوام من الناس هم اللي اطلقوها وبعفويه شديده، لكن جم بعد. وطبعا ما نقدرش ننسى انه المراه هي حامله الثقافه، ده مش رايي، ده راي الدكتور سيد اويس بيقول ان المراه هي حامله الثقافه. فالمراه بقدر ما حملت لنا كل التراث الشفهي اللي احنا بنعرفه، سواء كان تهنين، عارفين تهنين الاطفال او العديد او اي شكل من اشكال، حتى الاغاني الشعبيه بتاعت الافراح والاغاني اللي الاطفال بيقولوها اثناء اللعب، كل دي اللي حملتها لنا المراه. لكن بعد ما فتره الانتشار الشفهي ده جم ناس بقى هم اللي دونوا الباحثين، كل واحد بداوا ناس تجمع الامثال، وفي ناس بتجمعها وبس، وناس تجمعها وتحطها الفافاتك ترتبها هجائيا، وفي ناس تقول مضرب المثل يتقال في ايه، وفي ناس تقول اصل لان كل مثل وراه حكايه. فدول محققي التراث اللي بيقولوا ايه اصل الحكايه. انا بالنسبه لي كانت المساله مختلفه. انا كنت مصدومه مما حدث للشخصيه المصريه من تحول، لان عشت فتره طويله بره مصر من سنه 70 تقريبا ل 2001. فطبعا رجعت حسيت انه الناس دي مش هم الناس اللي انا سبتهم سنه 70. فكان الهاجس اللي من وراه استخدمت الامثال لاستخلاص، لان كل باحث بياخد المثل عشان يعني يبحث فيه وفقا لتخصصه. انا مش تخصص اجتماع بس يعني مهتمه بالشخصيه المصريه والهويه وما الى ذلك. فاستخلصت من واقع الامثال الشعبيه سمات الشخصيه المصريه، وخلصت فيها الى 6 سمات اساسيه و43 سمه فرعيه، وتتفرع عنها 70 سمه اخرى. يعني اكاد اكون مع احترامي لوجودي في وسطكم كفنانين، اكاد اكون رسمت بورتريه للشخصيه المصريه، عملته في نهايه الكتاب، حتى ما اكتفيتش بانه محطوط كده، حطيته في نهايه الكتاب كانه فلوت شارت كده، مثلا ساخر ونزل عنها سمات اخرى، متدين وتنتج عنها ايه، فنان. وطبعا المصري فنان بطبعه، دي سمه اساسيه فيه، حتى لو كان مجرد صانع ماهر مش فنان بالمعنى التشكيلي يعني، لكن حتى الصناع الماهر عندنا يعتبروا او بيتقنوا الصناعه، ويعني فعلا فنانين بحقيقه.